بتبتدي قصة الفيلم في بكين في الصين بمدرسة هان للكونغ فو. وبيكون المدرب هان بيدرب الأطفال والكبار، وبيكون في شاب اسمه لي بيتدرب مع نفسه. وبتيجي أمه وبنت صغيرة بتبلغ الكابتن هان، وهان بيقول لها حاولي تشتتي انتباهها. وعلى طول لي بيستخبى، وفعلا البنت بتروح لوالدة لي وبتحاول تشتت انتباه السيدة بأي كلام. لكن أم لي بتفهم وبتقول لها أنا عارفة هو اللي قالك تشتت انتباهي. وبيجي الكابتن هان وبيرحب بأم لي، والبنت بتقول الحقيقة، أيوة الكابتن هو اللي قال لي أتشتت انتباهك. وهان بيتحرج وبيدخلها من باب تاني عشان ما تشوفش ليه. والسيدة بتقول له مع كامل احترامي أنا فقدت ابني عشان اتبع مسارك في الكونغ فو، ومش عايزة أفقد ابني التاني، ومش هسمح إنه يتعرض للخطر. وهان بيرد عليها إن كل ما الدنيا بتضيق عليه الكونغ فو بيدله على الطريق الصحيح. والسيدة بتعرفه إنها جالها شغل جديد كطبيبة في نيويورك، وهتاخد ليه بعيد عشان يبعد عن الكونغ فو. وليه بيكون سامع الكلام ده وبيكون حزين، وبيجري على امه بيقول لها حياتنا هنا ايه اللي هيخلينا نبعد. وفعلا بيروحوا نيويورك، وليه ما بيكونش مبسوط. وبيوصلوا شقتهم الجديدة، وليه بيكون زهقان وبيلبس عشان يشتري عشاء. وبينزل وبيتمشى وبيدور على أي مطعم لغاية ما بيلاقي مطعم بيتزا، وبيلاقي بنته وأبوها وبيتعرف عليهم، وبيعرفوا منه إنه ساكن قريب منهم، وبيرحبوا بليه جدا. والام بتوصف لليه هيروح مدرسته ازاي، وليه بيقول لها وانت مستعده ليومك الاول في المستشفى. وبيركب المترو وبيشوف بوست لبطوله الكاراتيه موطن الاحياء الخمسه، وبيروح المدرسه وما بيكونش منسجم خالص. ولما بيرجع ناحيه البيت بيقابل البنت بتاعت البيتزا مايا، وبيشيل معاها حاجات للمطعم، وبيتعرفوا على بعض اكتر. وبالصدفة هما ماشيين بيلاقوا مدرسة للكاراتيه، وليه بيكون سعيد جدا لما بيشوف المدرسة ديت. والبنت بتستغرب انه معجب بالمدرسة جدا. وبيدخل معاها سوبر ماركت وبيكون فيها الكاشير ست صينية، وليه بيكلمها بالصيني. والبنت بتتعجب انه بيتكلم صيني كويس وما بتكونش فاهمة حاجة. وبيقول لها ممكن اعلمك الصيني بس انت توريني كل حاجة في المدينة. فهي بتقول له ممكن يوم الحد بخلص بدري واوريك المدينة كلها. وبعدها ليه بيكون راكب المترو مع مايا وبيكونوا مبسوطين. وبيجي كونر الواد اللي على البوست بتاع لعبة الكاراتيه، وبيكون غلس جدا مع ليه. وبيطلعوا ان كونر ومايا عارفين بعض، وبيقول لها مين ده، فبتقول له دوت ليه. وكونر بيسأله منين، فبيقول له من بكين. فكونر بيسأله بتعرف كونغ فو، فبيقول له قليل. فمايا بتقول له عدينا يا كونر، فبيخليها تعدي. وبعدها بيضرب ليه بالبوكس، وهي بتعتذر لليه وبيقول لها المشكلة ان امها هتتخض لو عرفت ان حد ضربني. فبيروح مع مايا لابوها، وابوها بيحط له مكياج على مكان البوكس، وبيقول له لازم تدافع عن وشك دايما، وحط تلج وشاي قبل ما تنام. وامه بتشوفه الصبح وبتقول له احنا جينا امريكا عشان ما يبقاش فيه قتال ابدا. وبتاخده امه معاها وبتقابله بمدرس لاجتياز اختبار قبول الجامعة. والمدرس بيضحك وبيقول له هي امك فاكرة ان مهاراتك في الرياضة ديت هتدخلك جامعة نيويورك؟ والمدرس بيسأله هي امك هي اللي ضربتك في عينك؟ وليه طبعا بيستغرب. وليه بيكون في الجامعة وكونر بينده عليه وبيقول له انت يا بكين عينك عاملة ايه دلوقتي؟ وليه ما بيردش عليه، وكونر بيقول له انت بتتجاهلني. فليه بيزقه، وكونر بيقول له انا هضربك من غير ايدي. وبيتعاركوا، لكن للأسف كونر بيغلب ليه. وليه بيفتكر أخوه بركلة التنين وبينفذها، لكن كونر بيبعد وبيضربه برجله. وبيدخل حرس المدرسة وكونر بيقول له قاتلني في الخمس أحياء عشان محدش هينقذك من إيدي. وبيروح ليه وبيكون متضايق من اللي حصل. فيكتور والد ليه بيشجعه انه لازم يتدرب ويفوز على كونر، وبيكون عايزه يدربه برضه عشان عليه ديون ويسد الدين اللي عليه عشان يدخل بطولة. وبيقول له بس انا مواعد امي ان عمري ما قاتل ولا اعرف حد القتال. وليه بيتصل بالكابتن هان وبيقول له في صديق ليا هنا وعايزني ادربه على كونغ فو. وهان بيسأله والكونغ فو فعلا هيساعد صديقك؟ وبيروح ليه بعدها لفيكتور وبيقول له انا هساعدك، وبيتعاركوا. وليه بيوقع فيكتور، وبتيجي مايا وفيكتور بيقول لها ليه هيدربني وهيخليني رشيق. وليه بيقول له انا عايزك تتمرن حتى وانت بتعمل البيتزا. وليه بيعد البيتزا معاه بس بفن الكونغ فو. وفي مرة
بيعدي كونر وبيشوف مايا بتضحك مع لي وبيمشي وبيكون متضايق، وليه بيكمل تدريب مع فيكتور، وليه كمان بيتمرن مع نفسه. والمدرس بيسأله انت متيم بمايا جدا، فبيقول له احنا مجرد صديقين. وبعدها بيتمشى ليه مع المدرس وبيتفاجئ لما بيلاقي مايا مع كونر وبتكون مبسوطة، وبيتضايق جدا انه بيكون غيران. والمدرس بيسأله مين الشاب ده، فبيقول له مش قلتلك احنا مجرد صديقين. وبتكون المباريات شغالة، ومباريات ابوها بتكون خلاص قربت، ومايا بتلاحظ ان ليه متجاهلها وبتسأله في ايه، فبيقول لها اسألي نفسك كنت مع مين امبارح، وبيقول لها مع كونر. فبتقول له هو ضغط عليا وقلت له انا اكتفيت منك خلاص ومش عايز اقابلك تاني، عشان في واحد تاني انا معجبة بيه جدا وهو انت يا ليه. وليه بيكون فرحان جدا وبيقربوا من بعض، لكن ابوها بيدخل وفيكتور بيخش المباراة وبيتعارك مع الخصم، لكن للأسف في النهاية بيفقد توازنه وبيسقط أرضا. وليه بيفتكر اللي حصل لأخوه وبقى مشلول عن الحركة ومش عارف يعمل ايه، وبيودي فيكتور للمستشفى وبيكون ليه مصدوم وبيروح بيقطع كل حاجة ليها علاقة بالكونغ فو. وهان بعدها بيتصل بليه، لكن ليه بيكنسل وبيكون مهزوم خالص نفسيا. ولما بيرجع مرة بالليل البيت حد بيهجم على ليه وللأسف بيتغلب عليه، ولما بينور النور بيطلع الكابتن هان، وبتيجي الأم وبتلاقي هان موجود وبتسأله انت هنا ليه، فبيرد عليها ان ده الوقت المناسب للزيارة. والكابتن هان بيلاقي صورة الكونغ فو متقطعة وبيلاقي ليه مهزوم نفسيا وبيقول له يلا قوم رتب غرفتك. وهان بيروح مع ليه وبيزوروا فيكتور في المستشفى، وبيروح هان لصديقه القديم في الكاراتيه المعلم مياغي وبيلاقي الكابتن مكانه، وبيقول له للأسف المعلم مياغي توفى من سنوات. فهان بيقول له انا عارف بس انا عايزك انت. وبعدها بيقول له انا مش هقدر اروح نيويورك. وهان بيقول له انا عايزك عشان تعلم لي الكاراتيه، الكاراتيه بتاع مياغي على ايدك انت. ومدرب الكاراتيه بيعتذر وهان بيقول له هتقدر. وبعدها ليه بيكون ماشي مع المدرس وبيقول له لغاية دلوقتي ما تعلمتش كاراتيه ولا لاقي مكان اتدرب فيه. والمدرس بيوديه للحديقة بتاعته وبيقول له ممكن تتدرب هنا. وليه بيكون نايم وهان بيصحيه بالعافية وبيمسكه من التيشيرت وبيروح معاه بعدها للحديقة بتاعة المدرس، وبيبتدي هان يدربه كونغ فو وبيقسى عليه جامد في التدريب وبدون اي رحمة. وليه بيقول له مش قادر انسى اخويا، فهان بيقول له ركز في التدريب. وهان بيشرح للام ان اللي انا بعمله ده اللي ليه عدم الاستسلام. وهان بيتفاجئ بحضور مدرب الكاراتيه فجأة، والمدرب بيبتدي مع ليه وهان بيتدخل، لكن مدرب الكاراتيه بيقول له الكاراتيه ابسط من كده بكتير. وبيكملوا تدريب وبتروح مايا ببيتزا للمكان اللي بيتدرب فيه ليه، وليه بيقول لها انا بعمل كل ده عشانك. وبتبتدي جولات الأحياء الخمسة وبينتصر ليه في أكثر من مباراة، والمفروض اللي هيفوز هيكسب 50,000 دولار. والأم بتسأل هان الجولات عاملة إيه، فهان بيقول لها ممتازة، وبيقول لها اللي ناقص حاجة واحدة بس، هو إن أنت تشجعي ليه. وبيكملوا هان ومدرب الكاراتيه تدريب ليه، ودايما كالمعتاد المدربين الاتنين بيختلفوا في الكونغ فو والكاراتيه. والام بتروح ليه وبتحضنه وبتشجعه وبتقول له اقضي عليه. وبيوصل ليه للنهائي مع كونر، والاتنين المدربين بيكونوا واقفين مع ليه وبيقولوا له انت معاك اللعبتين كونغ فو وكاراتيه ولازم تفوز. وبيدخل ليه المباراة ومعاه الاتنين المدربين ومايا، والجمهور بيشجع ليه، وليه بيفتكر اخوه، وليه بيتفاجئ بحضور فيكتور وبرضه بيشجعه. وبتبتدي المباراة وبعد معركة طويلة وحادة بيفوز ليه، والأم كمان بتكون حاضرة وكلهم بيكونوا سعداء جدا. لكن للأسف كونر بيكون بيهجم على ليه من ورا ظهره، لكن أصدقائه بيحذروه وبيضرب ليه كونر مرة تانية وبيتغلب عليه وبيعفو عنه وبيمسك ايده وبيرفعه، والحكم بيرفع ايد ليه بعد الفوز، وامه بتحضنه وبيحضنوا الاتنين المدربين. وبكده يكون الملخص خلص. لو عجبكم برجاء الضغط على لايك والاشتراك في القناة، وسلام.